الفنانة هنا زاهد سر تواجدها في إحدى الصيدليات بشكل دائم. إليكم التفاصيل. هذه الأيام تتواجد الفنانة المصرية هنا زاهد بشكل شبه دائم داخل الصيدلية في مدينة 6 أكتوبر بمصر، وهو الأمر الذي لاحظه عدد من المترددين على الصيدلية وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التقارير الإعلامية. وأوضحت التقارير أن سبب تواجد هنا زاهد في الصيدلية بشكل دائم هو أن هذه الصيدلية تمتلكها صديقة لها، وتقوم هذه الصديقة بتدريب هنا زاهد بشكل مكثف خلال هذه الفترة لتعلم كافة المصطلحات التي تستخدم في مجال العمل الصيدلي، والتعرف على قرب وبشكل عملي على أسرار مهنة الطبيبة الصيدلانية، حيث ستقوم هنا زاهد بتجسيد شخصية تمتهن هذه المهنة خلال مسلسل إقامة جبرية. تجسد هنا زاهد في مسلسل إقامة جبرية دور فتاة تتخرج في كلية صيدلة وتعمل في إحدى الصيدليات، لكنها تعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال. يشارك هنا زاهد في بطولة مسلسل مواطنها الفنان محمد الشرنوبي وصبرين، ترى جبيل، عيدة رياض، محمد دسوقي. ويأتي المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. وفي سياق آخر، كانت هنا زاهد قد نفت مؤخرا تأثير الشائعات على علاقتها بزوجها الفنان أحمد فهمي، والتي تلاحقهما بين الحين والآخر، موضحة أنها تتأثر بها في بعض الأحيان لكن تفضل عدم الرد عليها، خاصة أنها تريد أن يتحدث الجمهور عن أعمالها فقط. وأوضحت هنا زاهد خلال لقائها مع مواطنها الإعلامي عمرو أديب عبر البرنامج الحكاية أنها تعلم أنها لا بد أن تواجه الشائعات، لكن لا يجب أن تدعها تؤثر عليها. وأضافت قائلة: علشان أنت اخترت تبقى ممثل، أي إشاعة تطلع عليك لازم تستقبلها من غير ما تؤثر على نفسيتك. أكيد أنا إنسانة وأتأثر بالشائعات، لكن مش برد، وأحب حياتي الشخصية تبقى بعيدة عن شغلي والناس تتكلم عن أعمالي.